السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، بقالي كتير ما عملتش معاكم فيديو ريفيوهات. دايما كنت بحب اشارككم رايي في المنتجات اللي بستخدمها واذا كانت عجبتني او لا. بقالي فتره بصراحه كنت بكسل فالنهارده طلبت اوردر من شركه تولا المنتجات العنايه بالشعر. فقلت اشارككم معايا لان انا بحب جدا الشركه دي، فقلت اشارككم معايا تشوفوا ايه الحاجات اللي انا بحبها وايه اللي جبتها منها. يلا نفتح بينا الاوردر ونشوف. نقول كده بسم الله. دي اولا انا بحبها جدا لانها فعلا افادتني في شعري، وجربتها في شعر بنتي كمان، فهقول لكم ايه اللي انا جبته ونشوف مع بعض. ده اول حاجه يا جماعه، ده اللوسيون. ده اللوسيون اللي بستخدمه للشعر اللي بيقع واللي فيه قشرة. بيغذي الشعر جدا، وعايزه اقول لكم ان هو بيطريه كمان. يعني بنرشه، طريقه استخدامه بترشيه 8 رشات صبح وليل، 8 الصبح و8 بالليل، على فروة شعرك، الاماكن اللي فيها الشعر بيقع واللي فيها قشرة غالبا بتبقى في قدام، من قدام، في شعرك من قدام. وحلوه جدا. استخدمتها قبل كده مع بنتي وكانت فعلا جابت نتيجه. دي اول منتج انا جبته. تاني منتج بقى برضو بيساعد في ازاله القشره كان الشامبو. جميل جدا بقى ده يا جماعه، وخصوصا ان الشامبوهات معظمها القشره بتنشف الشعر، ده لا. بيطري جدا وجميل جدا. يعني انت حتى ممكن ما تستخدميش ليف ان بعد ما تطلعي وهتلاقيه طري برضو. فده شامبو ممتاز جدا جدا للتساقط وكمان للقشره. بعد كده جبت بقى بديل الزيت. يعني بصوا، لو اقول لكم تحفه 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 من هنا للسنه الجايه. بديل الزيت ده جميل جدا جدا جدا، بيطري الشعر خالص، بيمنع التساقط، ال... ال... كمان يعني مش بيزيت كده ويلزق الشعر، حته منه صغيره خالص بتظبط الدنيا. المعقد، الشعر معقد واللي داخل في بعضه، بتسهل تسريحه خالص. ده بديل الزيت تحفه. جبت بقى كمان شامبو للاطفال، لابني الصغنون، عنده سنه و3 شهور كده، وقلت برضو استخدمه مع بندولين. بصراحه لسه ما جربتوش وهجربه ان شاء الله واعمل لكم ريفيو عنه. ده كمان للشعر الكيرلي، ليف ان للشعر الكيرلي. بصراحه برضو انا لسه ده ما جربتوش، بس هجربه واقول لكم رايي فيه. انا يعني بتفائل خير في منتجات تولا كلها، فجبته اجربه. جبت 2 منه علشان شعر بنتي كثيف شويه. وده بديل الزيت برضو جبته لينا، لان غالبا هنستخدمه كلنا. فيا رب يكون الفيديو ده فاتكم او عجبكم. ولو عايزين تسالوا على اي منتج منهم بالتفصيل، انا ممكن اعمل لكم فيديو تاني. سيبوا لي كومنتاتكم تحت الفيديو. يعني ما تقلقوش من المنتجات دي منتجات طبيه مصريه، خصوصا ان احنا اليومين دول يعني علشان المقاطعه وكده، فاحنا بنلجأ للمنتجات المصريه. فبعد ما عصرت دماغي شويه افتكرت المنتج ده، لاني كنت جبته من كام سنه وكان عجبني، ورجعت اجيبه تاني لانه حاليا انا شايفه انه طبي مش تجميلي، بيعالج وبيطري وبينعم وبيمنع التساقط وبيغذي الشعر. فاحنا ليه ما نجيبوش؟ فيا رب اكون فدتكم في الفيديو، منتظره تعليقاتكم ولايكاتكم، والسلام عليكم، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.